اذا كنت عايزه تتجوزيه قولي لي وانا اطلب لك ايده، مش هيتجوزك خلاص. ذاك اليوم كنت من جد مرة زعلانة عشان شعري ما جا ملولو، بس الحين مرة مبسوطة عشان تعرفت عليكم كلكم. ربي يسعدكم إن شاء الله. أحبك حب يا مجنون لكن ما أقدر أحكي. ستستصغر في رحلة ستستسرغ ولسه اسمعوا ستستصغر ذكرى تفضل. فالدنيا تنام كوشة. آره شب همون. آره هیچی شو هم هیچی نشده. سر جاشه بعد آب بچه یه بوس بفرست. به من بفرست. صلوات على محمد وعلى آل محمد وعلى. كم عمري؟ عمري 18 سنة. متزوجة؟ لا. زينو 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 موتي قرارم زينو 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 موتي قرارم زينو 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 موتي الحمد لله. الله أكبر. اللهم قوي إيمانك. أنا أبوس إيدكم زوجوني. فقد حنان تكفون زوجوني. تفضل حياك. باي. أدفع لك هابي أدفع لك جنابي هذا مو كافي. Really fast. تموت ضحك. ليش بك ما تضحك انت؟ انت ما تضحك. والله جريئة يشهد الله ان وبعدين قوية. من هو الحبوبي؟ والله لا صغيرة بيك. لا زغم بيه وبيه. بيه وبيك معه. بيه وبيه؟ الحبوبي طرشي. نعم يا اختي. طب حد فيكم يكلمها بقى، بلاش انا اكلمها. تدري لي حد يحتار بالحب والاوهام واسمك يظل بالبال محبوب ويريح وادري العمر عدى باقي الايام والقلب. ايه يا شيخ؟ ايه يا شيخة؟ ايه بقى يا صار هو نزل فيديو. هسه هذا الفيديو راح احكي بموضوع اللي انشر بالفيسبوك، موضوع الامارات خايسين. تذكرون الاماراتيين اللي قلتوا عليهم خايسين من رتبوا حفل للعراقيين بعد فوزهم كأس آسيا بسنة 2007، والمبالغ المالية اللي انطوها لكل لاعب. زين المباريات اللي سمحوا انه نجريها باراضيهم، واحنا وزراء الشباب مالتنا واتحادنا دا يفوتونا يوم ورا يوم اعمق بالحظر. كلها بكرة القدم. انا ما مطلعة على الامور الثانية. يا عيني يا قلبي، الامارات مو دولة السحر. يا هل يجينا يتركز بروسنا، يا هل يجينا يصير اوكي براسنا. هسه مليانة والكم مليانة شاي وليا مال زينين لو مال غمار. ماكو مثلها محتاج لها انا والله لا البنت خبرة بصراحة يعني خبرة. ايش رايكم؟ بقلبي على قلب واسي على كل الحبايب يتعدى وعفيفة وظريفة وشرفي بحبيب الليفة. ابني كنت الليفة يا حاج. أحبني جمل. الشغلة تضوجني انه تجي انسانة اللي سمعتها صايرة بالاراضي بالعراق تجي توجه كلام الي بصورة غير مباشرة. اعتقد
أعتقد هذا القول فيه نوع من التجني. هذا القول لا يمكن السكوت عليه بأي حال من الأحوال. العراقي قد نص عليها رغم أنها حقيقة بروتوكولية من الناحية الشكلية فقط، أي أن جوهر الحقيقة تعود إلى القضاء. وكما قلت، وأن القضاء عندما يقول كلمته في ذلك فإن المسألة أعتقد باتت محسومة. ولكننا شرفك دوسي على الدقمة، دوس على الدقمة، ايش خسران؟ هسه لا هي بفلوس ولا هي بصخام، اجعصها شبيه.